لو انت بتحب افلام الرعب والبقاء اللي بيبقى فيها مجموعه صحاب مع بعض، فصدقني انت لازم تتفرج على الافلام دي. اول فيلم هقول لك عليه هو فيلم تروث اور دير، الفيلم اللي نزل سنه 2018 وبيحكي عن مجموعه من الصحاب بيتجمعوا مع بعض وبيلعبوا لعبه جراءه او تحدي. طبعا دي اللعبه المعروفه اللي كلنا بنلعبها، ولكن هم بعد ما بيخلصوا اللعبه بيبداوا يكتشفوا ان في كيان غريب جدا بيطاردهم وبيموت فيهم واحد ورا التاني، وهم مش فاهمين هم ايه اللي مطلوب منهم او اصلا مين الكائن ده. فصدقني ده واحد من احلى الافلام اللي انت ممكن تتفرج عليها وهيعجبك جدا. تاني فيلم هقول لك عليه هو فيلم سيرك، الفيلم اللي نزل سنه 2015 وبيتكلم عن مجموعه مكونه من 50 شخص بيتاخدوا كرهاين في اوضه واحده عباره عن دايره، وهم في الاوضه دي بيكتشفوا ان كل دقيقه بتعدي الاوضه بتموت حد منهم، او ان هم اللي يختاروا قبل ما الدقيقه تخلص مين فيهم اللي يموت. بيحاولوا ان هم يمشوا مع الاحداث عشان يعرفوا هم المفروض يعملوا ايه علشان يخرجوا من هنا. فانت فعليا هتعيش معاهم فيلم كله توتر من اوله لاخره، وصدقني الفيلم ده هيعجبك جدا. ومن هنا نروح لاخر فيلم هكلمك عليه النهارده، وهو فيلم اسكيب روم. الفيلم نزل سنه 2019 وبيحكي عن 6 اشخاص بيدخلوا اوضه معينه علشان رايحين يقدموا على وظيفه، ولكن لما بيوصلوا هناك وبيدخلوا الاوضه بيكتشفوا ان هم وقعوا في فخ، واللي مطلوب منهم ان هم يحلوا الغاز بتقابلهم في الاوضه دي وفي اوض تانية هتقابلهم علشان يطلعوا عايشين او هيموتوا كلهم. فصدقني الفيلم ده هيخليك قاعد متوتر طول الوقت وبتتفرج عليه ومركز معاه جدا. وبكده ابقى انا قلت لك على الثلاث افلام. ما تنساش لو الحلقه عجبتك لايك شير فولو، ابعت الفيديو لاصحابك عشان هم كمان يتفرجوا على الافلام دي. لو انتوا شفتوا حاجه من الافلام دي سيبوا لي رايكم فيها تحت في الكومنتات. ولو انت بتحب حلقات المراجعات وفلوجات السينما والحلقات الطويله هتلاقيني سايب لك لينك اليوتيوب في البايو، تابعني هناك عشان بننزل حلقات مختلفه خالص عن اللي بتنزل هنا. سلام.